السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي مشاهدين قناة أميرة المطبخ. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس وأموركم تمام. اليوم جيتكم بوصفة جديدة واللي هي معجون التفاح. حبيت نشارك معكم طريقتي كيفاش نحضر معجون التفاح تاعي وكيفاش نقدر نحتفظ به لمدة طويلة، ويلا بينا نحضروه مع بعضنا. هنا جبت التفاح تاعي، هذا حوالي 3 كيلو. نتوما ديروا الكميه المتوفره عندكم. انا هنا خيرت الحبات اللي ما حبوش ياكلوهم في الدار واللي قربوا رايحين ينفسدوا هكا، يعني باش ما نضيعوهش. اول حاجه جبت بول، حطيت فيها الماء كما راكم تشوفوا، وعصرت فيه حبه قارص. هذا ما نحتاجو من بعد رايحه نحط فيه التفاح تاعي. وما ترموش الحبات تاعكم تاع الليمون بعد ما عصرتوها، حطوها في هذاك الماء. دركا جبت التفاحه تاعي كما راكم تشوفوا، قسمتها على 4، نحيت لها هذيك الزريعه تاعها وقشرتها وحطيتها في هذاك الماء اللي فيه القارص هكا باش ما تكحلناش. كما على بالكم التفاح يعني ما يقعد هكا شويه يولي كحل، تسمى من الاحسن ديروه في هذا الماء والقارص كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملت الكميه تاعي بكل، كاين حبات خليتهم كاملين كما راكم تشوفوا، وكاين اللي قصيتهم على 4، يعني اختياري كما تحبوا. صفيت التفاح تاعي من الماء ودوكا راح نحضر السيرو. هنا واش عندي؟ هنا رايح نكيل انا بالصحن هذا تاعي. عندي كيله تفاح مع كيله غير ربع سكر حرش. السكر تقدروا تحكموا فيه يعني على حساب الحلاوه تاع الفاكهه تاعكم، مع نص كيله ماء ونقصوا عليها شويه. السما الا كان درتو كيلو تفاح ديروا معه 750 غرام سكر. وهنا زيدوا لي طرونش تاع القرص وحطوها تغلي فوق النار. هنا بعد ما السيرو تاعي بدا يعقد شويه رايحه نحط عليه التفاح. بالنسبه للتفاح يعني تقدروا تفوروه من قبل ومن بعد تحطوه مع السيرو، ولا ديروا بالطريقه تاعي هذه اللي درت بها، يعني ما فورتو ما والو. هنا كما راكم تشوفوا مره على مره حركوا هذاك المعجون تاعكم، مع تبدا تطلع هذيك الرغوه نحيوها، على خاطر لو كان تخليوها راح يفسد لكم المعجون. كل ما راهو فوقنا كل ما هذيك الرغوه رايحه تطلع، وانتما بيان سور نحيوها. وهنايا زدت عليه 10 قارص باش المعجون تاعنا يبقى لنا ديما فري وما يفسدلناش. وتقدروا تنسموا المعجون تاعكم بماء ورد ولا عود قرفه ولا بلافاني، يعني كيما تحبوا. وهنا كما راكم تشوفوا الرغوه كل ما راهي تطلع كل ما راني نحي فيها حتى كمل المعجون الطياب تاعو. وهذا هو معجون التفاح تاعي بعد ما حطيته في صحن التقديم. شوفوا كيفاه جاي، يعني شهيه ما شاء الله. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ به، جيبوا بلاره كيما هاد اللي راكم تشوفوا، حطوها تغلي في الماء مليح. ابخي بعد ما تغلي جيبوا طورشون تكون نظيفه وقلبوا البلاره تاعكم على فمها فوق هذيك الطورشون وخلوها تبرد، ومن بعدها حطوا فيها المعجون تاعكم وقفلوها مليح. حطوها في الفريجيدار، يعني راح تقعد لكم لمده طويله بلا ما يفسد لكم المعجون تاعكم. الوقت اللي تحبوا تجبدوا تاكلوا فيه المعجون تاعكم جبدوا بشرط لازم تكون الحاجه اللي تجبدوا بها تكون نظيفه. هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتجربوها. بس تنساوش تعملوا لي اشتراك على القناه وتابونيوني في لاباج انستغرام اللي برنسيس كويزين. دوك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.